مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم هذه التغطية الخاصة بإعلان اسم الفائز رقم 61 الكرة الذهبية بالون دور التي عادت بالكامل لمجلة فرانس فوتبول بعدما انتهت شراكتها مع الفيفا. أخذت علما الآن تم الإعلان رسميا عن تتويج كريستيانو رونالدو إذن بالبالون دور كما كان متوقعا، اللاعب الذي قاد ريال مدريد إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكذلك قاد بلاده البرتغال ولو كان في جانب كبير في المباراة في الاحتياط ليقود كذلك تتويج لأول مرة ببطولة أوروبا. نرحب الآن بأحد المصوتين 173 ماجد الخليفي رئيس تحرير استاد الدوحة. أهلا بك ماجد معنا. أهلا وسهلا. جاء على هوى تصويتك؟ نعم. أنت قل لنا الأسماء الثلاثة التي اخترت. كريستيانو رونالدو بطل أبطال أوروبا. الثاني من؟ بطل أوروبا فهو يستحقها الأكثر حقيقة. ممتاز. الثاني من؟ الثاني ميسي. أها. والثالث عكس ما صوتت للجنة، أنا رحت حقيقة لسواريز. طيب نحن سنأخذ علم يا ماجد بكل اللاعبين الذين احتلوا المراكز. على كل حال نحن تباعا تقريبا منذ ساعتين وفرانس فوتبول وأيضا ليكيب تخبرنا بمن احتل المراكز 19 الأولى، بما أنه هذه المفاجأة في الواقع 30 لاعب تم إقصاء 11 لاعبا منهم لم يحصلوا على أي صوت و19 لاعبا احتلوا المراكز المتبقية من بين 30. كريستيانو رونالدو لم يكن هناك أي شك بأن هذا اللاعب سيتوج، حتى كان هناك تسريب قبلها تقريبا بساعات هذا اليوم. سربت الصفحة الأولى لمجلة فرانس فوتبول التي ستصدر صباح الثلاثاء. هذه المجلة عليها صورة كريستيانو رونالدو وهو يحمل الكرة الذهبية، وهذا اللاعب يحتفل لربما بتتويجه بالكرة الذهبية أخرى رابعة أيضا. وتصريح لغريزمان الفرنسي قال أنا سعيد بأن أكون خلف اثنين من وحوش كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. هذا التسريب هل هو كأنه توطئة تهيئ لتتويج كريستيانو رونالدو بهذه الكرة؟ لا ما أعتقد، لأن كريستيانو رونالدو تقريبا الكل أجمع عليه، حتى اللي المحبين ميسي أجمعوا أن رونالدو يستحقها عطفا على النتائج اللي حققها مع النادي ومع المنتخب وعلى أدائه المميز حقيقة وعطائه ومثابرته واسمه الكبير. طيب سنذهب الآن مباشرة لنتابع ما يحدث الآن أمامنا. كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية، نتابع إلى باريس. السعادة كبيرة جدا كما لو كانت المرة الأولى التي أفوز بها بهذه الكرة، أنه حلم يتحقق من جديد، وأنا لم أظن في بالي بأنني سأفوز 4 مرات بهذه الجائزة الكبيرة. أنا سعيد فخور، ولدي فرصة كذلك لكي أشكر كل زملائي في المنتخب وفي ريال مدريد، كذلك كل الناس الذين ساندوني، كل اللاعبين الذين مكنوني من الفوز بهذا اللقب الفردي، هذه الجائزة الفردية. لذلك يمكن أن تتخيلوا بأنني فخور وسعيد جدا بتلقي هذا التتويج لعملي في كرة القدم، لذلك سعيد جدا. كريستيانو الآن ماذا سيكون الأصعب حسب رأيك، أن تبحث عن كرة ذهبية خامسة أم أن تفوز بلقب جديد مع منتخب البرتغال؟ صعب جدا في الحقيقة. أعتقد أن كلاهما مهم جدا بالنسبة لي، وهما مهمتان صعبتان للغاية. سوف أقدم أفضل ما لدي كما أفعل في كل سنة. في كل سنة بالنسبة لي يكون هناك تحدي جديد، وأنا أحب لعب كرة القدم للغاية. سوف أقدم أفضل ما لدي لكي أفوز مع ريال مدريد، أولا لأنه نادي، ولمنتخب بلادي كذلك، لنحاول أن نفوز من جديد لو كان ذلك ممكن، ولكن الأمر سيكون صعبا للغاية، وأن نحاول أن نفوز في السنة القادمة أيضا. لذلك سأقدم أفضل ما لدي، أبذل كل مجهوداتي وأعمل جاهدا كما هي عادتي، وسأتمتع بهذه اللحظة أولا بالتأكيد، لأنه ليس من السهل أن تفوز بالكرة الذهبية، وأنا سعيد جدا بهذه اللحظة. سوف نستغل هذه اللحظة كريستيانو، سوف نأخذ بعض الخطوات هنا لكي نبقي هذه الصورة في التاريخ. سوف نتقدم هنا للقيام بالصور هنا بالتأكيد مع فرانس فوتبول. نحن في مكان مليء بالتاريخ كريستيانو، وليس كذلك، كذلك هو مكان مليء بتاريخك أنت، إنها لحظتك أنت، وهل ترغب في أن تشارك ذلك مع شخص ما، فإنه قد يكون شخصا من عائلتك هنا، ليس كذلك؟ تريد أن تشاطر هذه اللحظة الخاصة بك مع والدتك وابنك، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد نحن سعداء وسوف نتذكر هذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم. تفضلوا، هذه لحظتك كريستيانو. Queda bien así. Perfecto. Enhorabuena. Cristiano, felicidades. Balón de Oro. تهانينا على الكرة الذهبية. Cuarto Balón de Oro ya. إذا هي الكرة الرابعة بالنسبة لك. ما هو الفرق بين الكرة الذهبية الأولى في 2008 وهذه الكرة؟ حسنا، دائما المرة الأولى لديها وقع خاص وإحساس خاص، ولكن ذلك لا يعني أن الإحساس لا يكون نفسه. بطبيعة الحال المرة الأولى تبقى دائما المرة الأولى، وتحس بفرحة عارمة. إنه تحقيق لحلم أردت أن أحققه، وذلك ما حصل معي. كان تعاطف كبيرة وإحساس جياش بالنسبة لعائلتي. كنت أبلغ 23 سنة و24 من العمر، وكانت لحظة خاصة جدا في حياتي، وما أحسه اليوم هو مشابه لما أحسسته سنة 2008. هو ثمرة اجتهادي وشغلي. أحاول أن أضحي وأعمل حتى أكون في أحسن حالاتي، وعندما تفوز مثل هذه الألقاب فهو أمر مهم جدا. وأنا بطبيعة الحال دائما أعطي الأولوية للفريق حتى يفوز، سواء كان ريال مدريد أو المنتخب الوطني، وبدونهما ما كنت أفوز بالكرة الذهبية. لذلك أنا سعيد بهذه الكرة. إذن هذه الكرة جائزة 2016 هي لكأس أوروبا للبرتغال. فعلا مثل ما قلت كانت سنة من أفضل ما عرفته في مسيرتي الرياضية على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. أن تحرز لقبا لأول مرة في التاريخ بالنسبة للبرتغال. كان ينقصني هذا اللقب، وكان من أفضل لحظات حياتي. ولن أنسى كذلك دوري الأبطال والكأس ذات الأذنين عندما فزنا بها، وكذلك أفضل لاعب في أوروبا. هذين اللقبين بالنسبة لي جعل من هذا العام من أفضل سنوات حياتي. إذا مع ريال مدريد تبحثون، توصلتم إلى الكأس 11. ما هو طموحكم؟ يمكن مقارنة ذلك بين ريال مدريد وبرتغال. ريال مدريد متعود على الفوز بدوري الأبطال، لديه 11 لقبا، ولكن البرتغال لم يفوز أبدا بلقب بهذه الأهمية. لذلك أقيم وأثمن أكثر بدون الاستنقاص من قيمة لقب دوري الأبطال. ولكن بالنسبة لي لقب البرتغال كان لي خطوة إلى الأمام من أجل وطني، من أجل البرتغال الذي يفوز من أول مرة، وبالطبع مثل ما تفوزوا للرابع مرة بالكرة الذهبية على المستوى العمومي. إذن هو عام لا يمكن أن أنساه. هذه الكرة الذهبية ربما التي تعطيك فرحة أكبر. حسنا، بالنسبة لي كل لحظة أتلقى فيها جائزة يعتبر لحظة خاصة جدا. كيف أقول كريستيانو، اجتهدت وكفأت على جهدك وقمت بعملك كما يجب. وبالنسبة لي يكون الأمر صعبا أن تعبر عما يخرجك من أحاسيس، وأحس بفرحة عارمة في داخلي لأنني اجتهدت كثيرا حتى أصل إلى هذا المستوى. لذلك أحس بسعادة كبيرة، ولعائلتي
تحياتي لزملائي لكل من يعمل معي ويهتم بي ويساعدني حتى أطور نفسي من موسم إلى آخر، والأمر ليس سهلا مثل ما تعلم في كرة القدم. إذا هم يعدون على أصابع الأيدي، وأنا دائما أحاول أطور نفسي من سنة إلى أخرى، وذلك يملأني فخرا وشرفا. إذا 3 كرات ذهبية فزت بها بفضل قميص ريال مدريد، ولكن هنا أول مرة تتلقى هذه الكرة هنا على 5 أمتار من البرنابيو، وهو أمر خاص جدا، أليس كذلك؟ تتلقى هذه الجائزة هنا في بيتك في مدريد. بالطبع دائما هو أمر خاص، ليس فقط لتلقي ذلك في داري، في نادي القلب الذي طبع تاريخ مسيرتي، ولكن نفس الشيء لما كنت في مانشستر، هو إحساس بنفس القوة رغم أن الإطار مختلف. هذه لحظة استثنائية، أنا فخور سعيد جدا. شكرا لكل من صوت لي، شكرا لزملائي كذلك في منتخب البرتغال، وهذا اللقب لريال مدريد. شكرا. إذا كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية الرابعة بعد الكرة الذهبية الأولى عام 2008 2013 2014 والآن 2016 يتوج أيضا الكرة الذهبية. لاحظتم مشاهدينا كان احتفال في بيت فريق ريال مدريد، بالتالي الأمور كانت كلها مسجلة وكان الأمر معلوم قبل سفر فريق ريال مدريد إلى اليابان. الآن كريستيانو رونالدو عنده تقريبا 4:10 صباحا بتوقيت اليابان. هو سيشارك في مباراة فريقه ضد فريق كلوب أمريكا المكسيكي في الدور نصف نهائي لكأس العالم.